احلى حاجه الفطار السهل السريع اللي ما بياخدش وقت، اللي ممكن اي حد يعمله في البيت. هنا عملت كب كيك بعيش التوست مع بيض مع توبينج بقى. كل الحشوات دي حاجات اختياريه، براحتك، كل واحد يحط الحاجه اللي هو عايزها. هنجيب التوست نفرده بتاعنا كويس قوي بالنشابه لغايه ما يبقى رقيق خالص، ونشيل الاطراف لو ناشفه. فردته في الكب كيك، عملته زي الكب كيك، دهنته من جوه بصوص البيتزا. هنزل لكم ازاي بنعمل صوص البيتزا في البيت. حطيت بقى اي حشوات احنا عايزينها، حطيت بيضايه في كل واحده، وممكن تستغنوا عن البيض مفيش مشكله. رشيت على البيض ملح وفلفل اسود، وحطيت بقى تركي مدخن سموكت بيف، حطيت كمان هالوبينو، حطيت زيتون وشويه جبن لو عايزين، وادخلها الفرن على الرف الوسطاني لمده تلت ساعه عشان البيض يستوى كويس. وطلعوا، عايزه اقول لكم تحفه، ما بتاخدش اي وقت، وطعمها حلو قوي وبجد مختلفه عن اي حاجه ممكن تجربوها. جربوها واكتبوا لي رايكم في الكومنتس، وما تنسوش تعملوا شير للفيديو.